يا رب تكونوا بخير. أه حبيت اوريكم لعبة جديدة او لعبة بحب العبها. هي موضوع الايرلاينز، شركات الطيران. بدخل على ويز اير، طبعا انا فاتح الابليكيشن، فاحنا بنشوف ايه المطارات اللي موجودة في مصر. ننزل. ممكن طبعا تكتب ايجيبت، نكتب ايجيبت احسن. يقوم راح طالع لي المطارات دي كلها. احنا هنختار مطار سفنكس عشان هو موجود في القاهرة. تدخل على مطار سفنكس، بيوريك الأماكن اللي ممكن تسافرها من مطار سفنكس. طبعا آه، بروح على انجلترا، فبنختار نشوف طبعا التواريخ في من أول 23 اللي هو النهاردة. بتدخل تشوف لو احنا مثلا هنروح وان واي، تذكرة النهاردة عاملة 212. تدخل بالسهم كده يجيب لك بقى التواريخ الأيام اللي بعد كده، لحد ما تشوف تكلفة مميزة انت حابب ان انت تحجز بيها، في $62 او $63. طبعا بيكون ذهاب بس، في 56، وهكذا. انت بتقعد بقى تتحرك يمين شمال لحد ما تظبط. خلينا ناخد مثلا دي، احنا طبعا اخترنا ان هي ذهاب بس. تعالوا ناخد لو هي عودة كمان، فمثلا نختار من يوم 11 ليوم 13، تروح يوم صد رد على السريع. فمثلا التذكرة ولنفترض $62 مش عاجبني، أنا عايز اللي كانت ب56. فناخد دي، بننزل نختار هنا. دي طبعا بيجيب لك زي ما احنا شايفين كده، في زائد $77، هنا زائد $102، وفي مميزات انت ممكن ما تكونش محتاجها. فناخد العادية اللي هي بتبقى بشنطة الظهر بس. تاخد اليوم اللي بعديه، هيبقى ب133 أو $134. هيبقى التوتال $190. للأسف تذاكر العودة، كنت قاعد بلعب من كام يوم، تذاكر العودة مش كلها رخيصة. فانت بقى بتقعد تلعب على الحتة دي، ان انت بتقعد تشوف الذهاب والعودة امتى ان هما يظبطوا مع بعض ان التكلفة تبقى رخيصة، وبعد كده بتدفع وهكذا. ممكن عشان الدفع تشوف حد موجود برا مصر يدفع لك بالدولار، بحيث ان هو يعني تظبط معاه بقى وتحاسبه بسعر البنك، فهتبقى حاجة كويسة. بس كده، صباحكم زي الفل.